بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أصحابي متابعيني، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بسلام وبصحة وجيدة ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تعالوا نشوف النهاردة هنعمل ايه، حاجة حلوة. قلت لكم قبل كده ان انا في كيكة مش قد كده، بس انا بحاول ان انا اطلعها حاجة كويسة، حاجة جودة كويسة، طعمها جميل لولادي. المهم عملت صينية كيكة بالشوكولاتة، كيكة بالشوكولاتة. وزوقتها على قد يعني كده بحاجة بسيطة. بسم الله ما شاء الله، طالعة جميلة جدا وعالية جدا. بس انا عملت لها الصوص بردك معاكم. انا عاملاه قبل كده. بقول لكم اتفضلوا، اتفضلوا معانا. كل سنة وانتم طيبين. بحط لها شوكولاتة كمان، عيالي بيحبوا الشوكولاتة موت. دلوقتي بعمل الصوص الشوكولاته، قبل كده عاملاه معاكم في فيديو تاني قبل كده، ونرجع نفكركم تاني بيه. دلوقتي حطيت معلقتين سمنه، وحطيت ربع كوبايه زيت، والطبق اللي بشاور عليه ده في اللبن اللي هو الساخن، وعلى الشوكولاته اللي هي الدارك دي، اللي هي بتبقى مكعبات. حطيتها سيحتها فيه. دلوقتي بعاير الزيت معاكم اهو. دي نص كوبايه زيت، ومعلقتين زبده، قصدي يا ربي معلقتين سمنه، ونص كوبايه زيت. وحطيت سكر بودر، عندي سكر بودر في اكياس كده فضيتها حطيتها. ده يبقى يعني هكمل كوبايه سكر، انا هكمل كوبايه سكر معاكم. بقول لكم اللي ما يعرفش قناتي، انا امنيات هبه، ينزل يعمل لي لايك ويشترك في قناتي فضلا وليس امرا. وحبايبي متابعيني بتشكركم جدا جدا جدا، يا رب نكبر سوا. بحط اللبن اهو، ان الشوكولاته كانت ساحت فبحطها، وهحط لبن بودر دلوقتي معاكم. وهنتنينا نضرب فيه بالمضرب، لا اما بالهاند بلندر. الخلاط بتاعي مش قد كده في الضرب، فانا بحب افضل استعمل الهاند بلندر. ما لقيتش لبن سايب، جبت اكياس، فهعمل يعادل نص كوبايه لبن، او فوق النص كوبايه كده. حطيت معاكم دلوقتي 3 اكياس لبن. معلقه ملح دي اللي انا بحطتها، دي معلقه ملح. صلوا وسلم حبايبي على سيدنا محمد، حبيب الشفيع سيد الخلق اجمعين، عليه افضل الصلاه والسلام. هنضربها بالهاند بلندر دلوقتي مع بعض. هو بصراحه اسهل من الخلاط. شفشق الخلاط بيضايقني. بحب استعمل اكتر الهاند بلندر، بيسهل عليا الحاجه. هتن اضرب كده فيها لغايه ما تتقل معايا، يعني يديني قوام سميك شويه، مش تتقل زي النوتيلا يعني. لان هي كده اصلا لسه عايزه نوتيلا كمان، لسه كده عايزه كريم شانتيه، عايزه مش عارفه ايه. تاني اضرب فيها، اضرب كويس قوي لغايه ما يديني السمك اللي انا عايزاه. هي بدات تتقل معايا هي. حطيت شويه في طبق هنا، علشان انا كده كده هعمل صينيه كيكه اساسا اللي انا وريتها لكم في الاول، فانا مش هينفع ان انا اضربها في الشفشق الصغنطن ده. فانا لازم اكبر الطبق اللي قدامي علشان اعرف اتحكم اكتر في الضرب.
تمام أصحابي، صلوا وسلم معايا على حبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي وصل معايا لغاية دلوقتي كده ما عمليش اشتراك، ينزل يشترك في قناتي وينزل يعمل لي سبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصل له كل أفكار الجديدة اللي بعملها فضلا وليس أمرا. وبتشكر حبايبي أصحاب المتابعين، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. دلوقتي انا هجيب اللي هي لقطة الشفشق تاني علشان اوريكم بالظبط المكونات اللي انا حطيتها تاني. انا حطيت تاني كمان لبن بودر، وحطيت فانيليا وكاكاو خام تاني، حطيت كاكاو بردك عليها تاني اعزز الطعم. عفوا اصحابي، وهقلب بردك تاني. حطيت لبن بودر تاني اهون بوريكم، ده تالت كيس معاكم احطه. هاجي اضرب هحس ان الشفشق مليان مش هعرف اضرب، هقوم نقلاه في الطبق دهون علشان اعرف اضرب فيه. وكده كده انا هفضي فيه بردك لما اجي اعمل الكيكه. خدوا بالكم بتلف معايا ازاي، ما هياش ثابته عشان ده طبق بقى مش حاجه ثابته. استنى اضرب فيها كده لغايه ما اضيع اللبن واضيع الحاجه المكونات اللي انا حطيتها، احس ان هي دابت فيها وادتني القوام اللي انا عايزاه. تمام. وانا عامله قبل كده الصوص ده، عاملينه قبل كده سوا. الصوص ده طبعا لما بحب تطلع الكيكه، انا بس كنت حاطه عليه كريم شانتيه قبل كده، فكان عامل زي فكان نوتيلا يعني. انما دلوقتي صراحه انا ما حطيتش كريم شانتيه. القوام بتاعه بيتقل في ايدي اهون شايفينه، يا رب تكون الكاميرا موضحه. ويلا نشوف هنعمل صينيه الكيكه بقى بتاعتنا دلوقتي. هننزل بقى نعمل الكيك معانا مع بعض. هننقص شويه كده منه، مش هنسيبه كله، هناخد شويه منه من المكونات بتاعته دي. فيها لبن وفيها فيها لبن البودر وفيها لبن الحليب وفيها الزيت وفيها السمنه وفيها كل حاجه، فهنقص نصها اخدها علشان اشتغل بيها في صينيه الكيك بتاعتي. تمام. حسيت ان هي محتاجه معلقه سمنه، حطيت لها. وده الانترنت نضرب فيها برضك الموضوع ما جاش الحكايه ديت الضرب الكتير دي. فانا دلوقتي نقصتها في طبق تاني، نقصت نصه وبضربه اهون علشان انزل بمقادير الكيكه بتاعتي بقى. بوريكم سمكه عامل ازاي. شلت نصه على جنب والنص التاني في طبق. نحط المقادير بتاعتنا بقى. نزلت بالبيض 4 بيضات، انا عامله 4 بيضات لان لقيت انا عندي البيض بتاعي بصفرين. عملت يعتبر 5 بيضات ومعلقه خل، واضرب كويس. لقيت دراع وجعني هنا، رحت قلت لا ده انا هكمل بالايه، بالخلاط تاني. رحت حاطه كوبايتين سكر وكوبايه زيت صغيره تاني، ربع كوبايه زيت، مش كوبايه، نص كوبايه زيت. هضرب تاني، هتاني اضرب فيه علشان انا عامل بمقدار صينيتين كيك. فانا قلت هعمل ازود المعيار شويه.
لقيت اني مش قادرة ان انا اعمل تاني ده كده، رحت قعدت عملت بالخلاط تاني. اضرب السوائل كلها مع بعضها، وبعدين اقوم حاطه مكونات الدقيق بتاعي والحاجات بتاعتي لغايه ما تعمل رغاوي كده، اعرف ان خلاص كده خلاص. نكمل نحط بقى المكونات التانية بتاعتنا اللي هي الدقيق. نحط دي بقى كوبايه، ادي كوبايتين دقيق، هنحط كوبايتين 3 كوبايات دقيق زي ما تاخد السوائل بتاعتنا بقى. وما اقلبش قوي علشان مش حابه ان هي قالوا لي في المتابعين بتوعي، قالوا لي ان في التعليقات قالوا لي ان هي بتعمل منك كده علشان بتقلبي فيها كتير، بتلعبك في البق كده شويه، علشان بتلعبك منك علشان فيها انت بتقلبي فيها كتير. فانا قلت انا مش هقلب فيها كتير، اظبط يا دوب اضيع الدقيق بس كده والبيكنج باودر اللي انا حطيته. ومحاول ان انا مطلعش الهواء بتاعها، احاول مطلعش الهواء منها وانا بقلب. اقلب بالمضرب شويه، اضيع الدقيق ده اللي انا حطيته. خلاص كفايه كده بقى يا هبه، يلا علشان نحطها في الطاجن، في الصينيه اللي احنا طبعا كده احنا مولعين الفرن على فكره من اول ما نبدا في الكيك بتاعنا، مسخنين الفرن على درجه 180. دلوقتي دهنت الصواني بتاعتي وهكب فيها، هصب فيها الكيكه بتاعتي اللي انا عملتها. ده مقدار الصينيتين اللي انا وريته لكم، يعني يعتبر صينيه ونص بردك، مش صينيتين صينيتين. هوديها في الفرن بقى وهد فرني، اظبط الفرن بتاعي على درجة 180 من فوق وتحت. ويا سلام لو في مروحة تشتغل توزع البتاع. وطلعت بنشوفها نختبرها كده بخلة السنان. وعايزين عليها الصوص الشوكولاتة اللي احنا عاملينه، شويه بوريكم القوام بتاعه بقى عامل ازاي. على فكرة يعني ما نحطش الا في التلاجة حاجة بسيطة على ما الكيكة استوت. بردك على فكرة الكيكة طالعة مشققة معايا يا جماعة، ما عرفتش اطلعها بردك مش مشققة، بس طلعت عالية وجميلة بصراحة، وكان طعمها جميل. يلا انزلوا اعملوا لي لايك واشتراك في قناتي، واتشرف بيكم واتنور بيكم دايما يا رب، ونكبر سوا. وتفضلوا بألف هنا. وما تنسوش اللايك، بالله عليك اللايك ما هي هيكلفك اي تكلفة ولا هيكلفك اي حاجة، بالله عليك اللايك هيرفع القناة ويرفع الفيديو. وباي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.